السلام عليكم. ازيك يا نجم؟ عامل ايه؟ اخبارك إيه؟ والله مشكلة وسام ده يا جماعة خلت الواحد يراجع دينه، مش يراجع الكورة بس واللي هو فيه. لا، كمية تغيير آراء وانتقادات في لحظة. وسام عمل طبعا ضغوطات على إدارة الأهلي عشان يمشي، فاجئ الكل بيها طبيعي. بس المشكلة بقى في الجمهور كان شايف وسام الأول فدائي. آه، كان شايفه أفضل مهاجم جه الأهلي بعد عماد متعب. و و و. دلوقتي بيعملوا فيه إيه؟ خلي بالك ده لاعب بيطالب بحقوق برضه. النادي الأهلي بيطالب بحقوق واللاعب بيطالب بحقوق. طيب النادي الأهلي بيتكلم عن إيه بقى؟ النادي الأهلي بيتكلم عن مبادئ النادي الأهلي، الكلمة اللي هو تحس إن إدارة الأهلي لو ما قالتهاش يبقى عندها مشكلة. يا باشا أنت العب واكسب وإحنا هنحبك تلعب وتكسب وجمهورك هيحبك وتلعب وتكسب من غير مبادئ وأخلاق. الكورة ما فيهاش مبادئ وأخلاق. أنت ما عملتش كده مع عبد الله السعيد أصلا. أنت هنت عبد الله السعيد بالمعنى الحرفي. بتتكلم عن مبادئ وأخلاق، واحد زي إمام عاشور مش هيدخل ناديك. تمام. وغيره كهربا. طب ما أنت رحت جبت كهربا من الفريق اللي هو أفيس ده ولا اسمه إيه البرتغالي، وأنت عارف إن هو كان هربان من الزمالك. صح ولا لأ؟ فعلا حصل. رحت جبته ليه؟ ما تجزئش المبادئ، يعني المبادئ ما تجيش لما تبقى للنادي تبقى مبادئ، واما تبقى للاعب تبقى مش مبادئ. هو انت حقك تطلب رقم في وسام ابو علي 8 و9 مليون، هو حقك واطلب 100. اللاعب ماضي معاك 4 5 سنين، مفيش مشكله، حقك خده. اللاعب حقه يقول لك انا عايز امشي، حقه يقول هات العرض اللي انت محتاجه او اللي احنا هنقول لك عليه بشروطنا، واتفضل امشي. محدش هينتقدك في كده. اللاعب يستحق 5 وأنت طلبت 10، حقك كنادي، حقك. أنت مضيت وجبته. لكن شوية اللجان بقى اللي هم بيطلعوا بيقولوا اللجان، يعني اللجان بتاعة الأهلي بتطلع بتقول اللجان بتاعة الزمالك. أصلا ده الناديين دول هم اللي يعني الأهلي والزمالك. حتة السوشيال ميديا ده بايظة في مصر، الأهلي والزمالك. الناس بتشيل ذنوب وبتشيل وزر وبتسيب الدين عشان الأهلي والزمالك. الزمالك لما زيزو مشي منها مسلطين شويه عيال كده صور زيزو وهو بياكل مع اهله، ويطلعوا ينتقدوه ويغلطوا في الراجل، وادي بيستنوا له ان هو يعمل ماتش كويس او ماتش وحش عشان يقولوا ده اللعيب اللي احنا مشيناه عشان ما بيلعب. كان وهو في الزمالك كان بينافس على البالون دور. اول ما مشي من الزمالك ما بيعرفش يبص الكوره. انت بقى كاهلي، انت بتتكلم في ايه؟ مبادئ ايه؟ الكوره ما فيهاش مبادئ. الكوره ما فيهاش مبادئ تمام. انت رحت قلت ايه دلوقتي؟ لو تسمع اي حد بيقول ايه مثلا، ناس انا اتفرجت على ناس مشهوره دلوقتي بيقولوا ايه؟ ده جاب وسام ولمعه. لا، الاهلي ما جابش وسام ولا لمعه. الاهلي ما جابش وسام ولا لمعه. لعب كام ماتش؟ لعب تقريبا 69 او 70 ماتش، مسجل معاهم حوالي 35 هدف ولا حاجه و30 هدف. صنع 11 12 هدف. تمام. كان نجمه لمع في النادي في السويد. يعني الراجل عامل موسم 100 100 وعنده عروض وكده، وحتى طالب ان هو يعلي راتبه. يعني وسام طلب من الاداره بتاعه النادي ان هي تعلي له راتبه في العقد بتاعه. ليه؟ عشان هو زي ما تقول كده سن ال 24 وال 25 والوقت ده هو سن اللي اللاعب بيأدي يعني أقصى حاجة عنده يعني. فلذلك طلب كده. أنت رحت تشتريه عشان هو نجم على فكرة. أنت جبت وسام عشان هو نجم، مش عشان مبادئك. أنت جبته هو فلسطيني؟ لا، أنت ما جبتوش أصلا هو فلسطيني. أنت جبت وسام عشان كان نجم يا كابتن. ما رحتش تجيبه عشان هو راجل طيب وعشان أنا راجل أخلاق، فالراجل ده أجيبه عشان يقعد في النادي وأدي له 1200 في الشهر وساعة. لا، أنت جبته عشان راجل نجم هداف، وأنت ما عندكش هدافين. انت ما عندكش مهاجم جه الاهلي من فتره كبيره جدا. يعني انت جبته عشان مصلحتك الاول، صح كده؟ وما الناس بتقول يا جماعه مصلحه النادي وبعد كده مصلحه اللاعب، هي دي الكوره. يا عم انت لو شغال في شركه بتاخد 2000 جنيه وشركه تانيه قالت لك هديك 2200، هتسيب دي وتمشي، تفسخ عقدك وتمشي. ما هو ده الطبيعي، ده في اي حته. فتيجي بقى انت تحط لي لا اصل مبادئ النادي الاهلي، ايه المبادئ والاخلاق في كده؟ ما انت لو هتتكلم في مبادئ واخلاق، انت ما عملتش مع عبد الله السعيد كده، ما عملتش مع حسام عاشور كده، ما عملتش مع ناس كتير كده. يعني الناس لما مشيت حتى باسلوب كويس واتفاوضت وعملت ومشيت، برضه طلعوا عليها اللجان بتوعك وقعدوا يشتموا فيها ويعملوا وغيره وغيره. رمضان ماشي بكامل ارادتك، هو قال لك لا انا عايز اشوف مستقبلي وعايز اشوف والطموح مشي. رمضان ما كانش بيعرف يلعب كوره ضد النادي الاهلي بسبب الجمهور. تمام. فهل هو مبادئ بس واخلاق اللي هو بتوع النادي الاهلي، ان دايما اللاعب يفضل النادي عن مصلحته هو؟ هي دي كلمه مبادئ عندك او اخلاق؟ ولا ايه؟ مش فاهمين.
جو ابو تريكه ده انتهى خلاص. جو ابو تريكه اللي بيجي يمضي على بياض والكلام ده خلاص مبقاش في منه، انتهى ده. اللاعب دلوقتي عايز يشوف ايه افضل له، ايه الصالح. انت حقك تطلب اللي انت عايزه. لكن الجماعه اللي هم دايما بيدافعوا عن النادي الاهلي، النادي الاهلي ده يعني زي الانبياء ما بيغلطش خالص. النادي الاهلي ده الناس دي ما بتغلطش النادي الاهلي خالص. وعكسهم بتوع الزمالك ما بيغلطوش الزمالك خالص تماما. الناس دي ما بتغلطش يا جماعه. امال ايه اللي بيحصل؟ هو اللاعب غلط، هو اسمه ايه فلان الفلاني غلط، هو المدرب غلط. الاداره دي ما بتغلطش؟ لا كمان بتغلط ازاي؟ هي دي اداره؟ الاداره عندنا الحمد لله ما بتغلطش تماما نهائي. طب ازاي ما بتغلطش يا عم انت؟ هو لاعب زي كده بيقول لك انا عندي عرض وعايز امشي. اي حد فاهم شويه كوره مش عند يقول له خلاص والله احنا طالبين 10 قروش، هاتهم وامشي. او لا احنا مش هنمشيك. تمام. طيب احنا عايزين 10 قروش. العرض طلع من حوالي 5 مليون 250 ل 7 مليون ونص، وتقريبا مليون اضافات و10% مش عارف ايه حقوق بيع حاجه زي كده يعني. النادي الاهلي فضل 4 او 5 ايام، مع ان المفروض كان رد بعديها ب 24 ساعه. 4 او 5 ايام ما ردش اصلا. حتى الوكيل او الوسيط بتاعه وسام اتكلم في النقطه دي، قال لك الاهلي اصلا مماطل معانا، ما نعرفش رد النادي الاهلي. لكن اعلامك واللجان تطلع تفضل تقول الاول ما بقاش فدائي الدنماركي الخاين ال... ليه؟ عشان ايه يا جماعه؟ عشان الراجل عايز يمشي من النادي؟ هو اصلا كان جاي مش فدائي على فكره، ده انت اللي عامل له الباسبور عشان تسجله محل. انت امير توفيق اللي عامله شهر ديسمبر 23 تقريبا، تمام، عشان تسجله محل. يعني كان مصلحتك انت، كان مصلحتك انت اهو. النقطه اللي انتوا واخدينها على وسام دلوقتي اللي بتقولوا ايه؟ ده احنا جبناك ومحدش كان عارفك وعملناك نجم. هو محدش عارفه لانه بيلعب في السويد يا جماعه، محدش عارفه ده طبيعي، بس كان بياخد فلوس. اتفق معاك وخد فلوس اكتر او اقل من اللي كان فيه، مفيش مشكله، انت اديته فلوس اكتر. انت جيته اه هيتلمع ويبقى نجم طبيعي عشان ده النادي الاهلي. يا جماعه النادي الاهلي، النادي الاهلي يعني انت بتتكلم في زي ما بيقولوا كده نادي القرن. طبيعي لازم يتشهر، ده طبيعي. ده انت بتجيب ده محمد هاني مشهور يا جماعه. محمد هاني مشهور عادي يعني. انت عايزه في النادي الاهلي ما يتشهرش؟ هو انت بتحسب الشهره عشان جه لعب معاك تحسبها ضريبه على اللاعب؟ ازاي؟ ازاي طيب؟ يعني لما يفضل يقول ده الدنمارك مشوا الدنمارك، وفي اللي بيقول ايه بقى؟ لسه سامع واحد بيقول له ايه؟ الواد ده لازم يتأدب حتى لو ما لعبش كوره، ويقعد يتخصم منه على طول. يتخصم منه ليه؟ انت مش هتمشي لاعب، وده بدليل ان هو ما لعبش كوره، هو مش عارف. والراجل يعني ارقامه معديه جدا، مشاهداته بالملايين، والناس داخله ايوه هو ده الكلام الصح ده. ليه؟ انت قولي ليه؟ انا راجل ما مشيتش من النادي، انا بلعب في نادي الاهلي فما مشيتش، الاهلي ما قال لي لا مش هتمشي، فانا قعدت بتمرن وما يشمش الكوره. ماشي يا عم، المدير الفني والاداره تقول ما يلعبش. ماشي انا بحضر تمريني، في كشف طبي بروحه، في معسكرات بروحها مع النادي اللي لو هو استبعدني ايا كان هيخصم مني ليه؟ مم. ليه؟ ما يعرفش بس هو خصم مني ليه؟ عشان هو ما اختارش النادي الاهلي. عشان هو ابن ما ازاي ما اختارش النادي الاهلي؟ لا، ده هيدخله الجنه النادي الاهلي ده. يا جماعه مش كده، عيب، ده انتوا في ثانيه بتتحولوا، في ثانيه. ده انت علي معلول عشان زعل في ماتش لما عماد النحاس كان بيمرن، الجمهور كله ده كبر وعجز وبيزهق هو كفايه النادي الاهلي مش عارف عمل معاه ايه، عمل معاه ايه. تمام. النادي الاهلي ما عملش يعني، علي معلول ما عملش في النادي الاهلي حاجه. علي معلول جاب بطولات للنادي الاهلي لولا لاعب غيره بامكانيات علي معلول البطولات دي مش هتدخل النادي الاهلي. من الاخر مش هتدخل. باك شمال مفتاح لعب لاكتر من مثلا من 15 20 بطوله للنادي الاهلي على ما اتذكر يعني، علي معلول. وبعدين بقى اداره النادي الاهلي طول عمرها هي دي مشكلتها. كلامي مش هيعجب كتير جدا وكتير هينتقد، مش مشكله. مش مرن، الاداره مش مرنه خالص. يجي اللاعب طالما انا ما حبيتش النادي الاهلي يبقى هي انا عندك ونخصم منك ونعمل وكذا هنعمل كده. انت ما اخترتناش، انت احنا ندخلك الجنه. هي دي مشكلته. طب النادي الاهلي قعد وفكر طيب؟ طب انت فكرت؟ طب ما عصام الحضري هرب منه في 2008 ولا 2009 صح؟ شرب راح سيب. ايه اللي حصل؟ خدت كام؟ كملتش مليون جنيه، خدت 800,000 ولا 900,000 صح؟ واللاعب توقف في 3 4 شهور بعد ما لعب ومزاجه لعب وبتاع وراح. لا ايه المشكله؟ هتاخد ايه غرامه؟ غرامه واللاعب يتوقف صح؟ غالبا نادرا جدا لما النادي بيتغرم هو كمان يعني بوقف قيد او حاجه يعني. طب وليه تدخل في قصه زي دي مع لاعب زي ده وانت قادر بفلوس وسام تشتري مهاجمين كويسين؟ انت هتشتري مهاجمين وهيلعبوا هيأدوا ويبقوا زي الفل. طب انت لو قعدت وسام ايه اللي هيحصل؟ هيلعب؟ هيدي في الملعب زي ما كان بيدي بروح وقتاليه لا.
قعدوا خلاص، هلا انت عايز نلعب عشان ما امشي؟ ماشي يا باشا، انا هوريك انا، واخد فلوسي كلها، اخد فلوسي اللي في العقد بشروطها باعلاناتي بكل حاجه برضه. ما هو اللاعب انت عندك حق، واللاعب برضه معاه حق، ولو معاه وكيل زي ما بيقولوا صايع كوره هيدفعك فلوس، زي ما جاريس بيل كان بيقعد في الريال كده وبياخد توت على كبوته. فيا جماعه القصه دي اتلغت. ميسي مشي من برشلونه عادي والله، عادي جدا، مفيش مشكله يعني. كريستيانو مشي من اليونايتد اللي جابوه زي ما انتوا بتقولوا تلمعوه، جابوه من لشبونه، عادي مشي من اليونايتد، ايه المشكله؟ ورجع لها تاني ومشي. وتين هاج قال عليه كذا، ماشي عادي مفيش مشكله. بس نشيل بس بين القوسين مبادئ واخلاق ونخليها احتراف. لو انت نادي احترافي وبتجيب لاعب وتفسخ عقده الصبح اهم حاجه يكسبك عشان تسجل واحد تاني، الجمهور هيفرح على فكره. وجمهور النادي الاهلي هيحب ان هو النادي يكسب يعني. مش هيقول لا والله، مش هيقول لا لا اصل انتوا مش نادي مبادئ واخلاق، مش هشجعكم، النادي مش حلو. لا، انت لو دورت على كل الصفقات اللي مشيت الاهلي اخر 5 6 سنين ولا 10 سنين، انت شايل اكتر من 60 70% في الصفقات دي بسبب سوء معاملتك اصلا، بسبب سوء معاملتك. واحد زي حسام عاشور واخد 36 37 بطوله على ما اتذكر، ازاي ما يتعملوش ماتش اعتزال كده ويتعمل له قيمه وقامه ازاي يعني؟ ده انت اللعيب الوحيد اللي عملت له ماتش اعتزال اعتقد كان حسام غالي، عشان يبقى جوه في الاداره وكده. تقريبا كل اللعيبه اللي كبرت دي ما فيش حد اتعمل لها ماتش اعتزال على ما اتذكر يعني. انا سيبكم من المبادئ والاخلاق ده بقى، خليك نادي احترافي واحنا بنشجعك ما بننتقدش ولا حاجه. هي الانديه كلها كده، بتجيب لاعب الصبح تمضيه سنتين، انت لو ما عجبتنيش هفسخ عقدك واحط شرط تعالى هبيعك، وكله ماشي كده، وكله بينجح كده. هو النجاح كده، النجاح في الكوره هو كده، مفيش لا مبادئ ولا اخلاق، لان لا لعيبه عارفه مبادئ واخلاق ولا انت اهلي عارف لا مبادئ ولا اخلاق.